المشكله دي في ايه دلوقتي؟ مش في الادب، المشكله دلوقتي في النصيفه. تعال اوريها لك كده في خطوتين او في ثلاثه. اهم حاجه لايك وشير، وابدا معايا. لو عندك اي مشكله سيبها لي في التعليقات وانا هرد عليك باذن الله. طيب عندي دلوقتي مش الجهاز شغال دلوقتي معايا منور زي الفل اهو قدامك، لكن مش جايب معايا فول، بس مش جايب اشاره معايا على التلفزيون. ايه المشكله دلوقتي؟ هوريها لك دلوقتي بنفسك، تابع معايا وشوف المشكله ايه الحل فيها. تعالى كده، خارج 18 او 16 مش هتعطيني حاجه دلوقتي خالص، هتعطيني 4 و5. طيب المشكله فين دلوقتي؟ هنفك واقول لك ان البورده الصغيره هي اللي فيها المشاكل دي كتير، فانت بلاش تجيب البورده الصغيره عشان خاطر هي المشاكل دي كلها منها. هنفتح كده على بركه الله اهو. تعال شوف المفاجاه ان الرسيفر كده خلاص وهيترمي خلاص، ملهوش اي لازمه تاني. تعالى شوف يا صديقي، تعالى بص كده، شايف هيسيل الاشاره؟ ولع وفحم مكانه كمان خالص. فانا هحاول دلوقتي ان انا اجيب الهوت واشيله عشان اشوف هعرف نركب مكانه تاني ولا كده هرمي البورده. وانا 90% على الشكل ده انا هرمي البورده لان ملهاش اي لازمه تاني. بصوا، ولع كل اللي حواليه خلاص كده بالسلامه. هحاول مع محاولة دلوقتي وربك ييسر الامر. تعالى كده معايا اهو، انا بشيله دلوقتي. شايفين يا جماعه؟ مولع. انا هعمل فيه ايه تاني ده؟ مولع خالص اهو، مفحم. اوريك البورده دلوقتي، بص معايا على شكلها مكان الحرق عامل ازاي. عشان كده ما تجيبش بورده صغيره ابدا زي ما قلت لك اهو. شايف يا جماعه؟ مولعه قدامك اهي. عشان كده بحذرك دايما من البورده الصغيره. بص وبقول لك ما تشتريهاش، لا ببلاش. يبقى تسمع كلامي، ربنا يبارك لك وصلي على النبي.